الملا حسين قلي الهمداني، هذا العارف الكبير والعالم الجليل والفقيه طويل الباع، هذا واحد من نوادر الدهر حقيقة. حسين قلي الهمداني تلميذ سيد علي الششتري المعاصر للشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري. حسين قلي الهمداني أستاذ سيد أحمد الكربلائي وأستاذ محمد البهاري. سيد أحمد الكربلائي والبهاري اثنيناتهم أساتذة السيد علي القاضي رحمة الله عليهم جميعا، قدس الله أسرار الماضين وحفظ الباقين. حسين قلي الهمداني من كبار العلماء، يقول هو ينقل، يقول أنا دخلت في عالم السير والسلوك وتزكية النفس والبحث عن مقامات العبودية ومراتب العبودية والمعارف الإلهية. يقول 22 سنة كل شيء ما حصلت، 22 سنة كل شيء ما حصلت، لا انفتح لي باب ولا شفت ولا حصل. 22 سنة. يقول فد يوم قاعد وحدي، قلت هسه أنا صار 22 سنة ايش حصلت؟ لا خلي الذكر ما قريتها، لا عبادة ما سويتها، لا أوراد ما قريتها، مجاهدات ورياضات وعبادة كل شيء ما حصلت. أنا هسه شنو بقائي بهذا العالم؟ شنو هذا؟ بعض الناس عندها الحال، شنو هسه أنا ويني وين هاي الأمور وين كذا 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 كذا. يقول جاي يسولف فيروح يشوف الطير كبير نزل من السماء، نزل يقول أبا هذا وين ينزل؟ نازل على قرصة خبز كبيرة ولكنها يابسة وقوية. يقول نزل هذا الطير على رغيف الخبز، نزل الطير ضرب قطعة الخبز اليابسة بمنقارة ما انكسرت، ضربها ثانية ما انكسرت، ثالثة ما انكسرت، رابعة يقول طار من شوية انكسر شوية شيء صغير، عافها وطار. يقول أنا باوع عليه، طار وصل للسماء، رجع مرة أخرى ضربها ما انكسرت، 2 3 الرابعة كذا انكسرت شوية. يقول عافها طار رجع مرة ثالثة ضربها، ظل يضربها إلى أن قسمها وسيطر عليها. يقول فألهمت شلون؟ سمع صوت قالوا له، هو فهم ما أدري، فألهمت أن الطريق إلى الله ما يمكن يكون مرة ومرتين وتبطل، صير مثل هذا الطير، أول مرة ما حصل، ثاني مرة ما حصل، ثالث مرة حصل. فأنت لا تأيس من أول شنو؟ من أول عثرة أو من أول مشكلة، لازم